بالمناسبة هو ده الافكار المتطرفه اللي احنا دايما بناخدها من البلاد الخليج الجميله الرائعه اللي احنا بنكن لهم كل احترام، لكن عندهم شريحه، عندهم تيار شديد التطرف. في داعيه اسلامي اسمه فيحان الغمدي. فيحان الغمدي ده داعيه اسلامي جليل، بيطلع على الفضائيات في السعوديه، بيعطي محاضرات، بيعلم الناس صحيح الدين في السعوديه. انه كل ده متصدر لنا من بره. الراجل ده قتل بنته لانه شك في سلوكها. ايش عادي بتحصل. عذبها وكسر لها ايديها وماتت عندها ضرب في الجمجمه. عارفين ايه المصيبه؟ البنت عندها 5 سنين. شك في سلوك بنته اللي عندها 5 سنوات فقتلها. ايه السلوك اللي ممكن تقوم بيه فتاه عندها 5 سنوات تستحق انها تموت عليه؟ حالة تعذيب مستمرة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا ما بتكلمش على ان الحادثة دي حصلت في السعودية يقول لك واحنا مالنا في مصر. هو ده الفكر اللي بيتصدر لنا. هم دول الدعاة المتطرفين اللي الشباب بيسمعوا لهم. هي دي الحالة عندهم. لما داعية زي ده، داعية ده له ادخلوا على اليوتيوب هتلاقوا له محاضرات وهتلاقوه على شاشة الفضائيات، راجل بيتكلم مشهور. هذا الداعية قتل بنته اللي عمرها 5 سنين علشان شك في سلوكها. الوصف الطبي لحالة البنت، اولا كواها بالسلك الكهرباء، حرقها بسلك كهرباء، كسر ايديها اليسرى، عمل خبطها في الجمجمة فحصل تهشم في الجمجمة، واستند على قاعدة فقهية في الدين الإسلامي على حسب ما هو قال للعالم أبو قدامة، وردت في كتابه المغني حيث جاء بين قوسين كده يعني القاعدة الفقهية دي: لا يقتل الأب إن قتل ولده، ولكن تقتل الأم بقتلها ولدها. فهو معتمد في الدفاع بتاعه عن نفسه في هذه القضية. طبعا حقوق الإنسان هناك قلب الدنيا وقالت ازاي والراجل ده لازم يتحاكم، لازم ياخد إعدام، ولازم يبقى الحكم رادع. إلا إنه في مجموعة تانية من التيارات المتشددة بتقول لك لا، في قاعدة فقهية بتقول لك لا يقتل الأب إن قتل ولده، ولكن تقتل الأم بقتلها ولدها. أي قاعدة فقهية هذه؟ انا يعني مش عايزه ادخل في الدين، لكن معانا مشايخ هنكلمهم نقول لهم القاعده دي وتطبق في هذه الحاله. يعني هل ممكن تطبق على فتاه عمرها 5 سنوات اكسر ايديها واكسر الجمجمه وعذبها لغايه ما تموت عشان شكك في سلوكها؟ بلاش شكك في عملت اي حاجه، البنت عملت اي حاجه. ايه ممكن طفله عندها 5 سنين تعمله؟ الطفله اسمها بالمناسبه حصل لها نزيف داخلي شديد بسبب كسر الجمجمه وتوفت على اثره، وحاله الام في انهيار كامل. المساله بالنسبه لنا هي مساله انه دول ده نموذج للداعيه المتطرف اللي بيخرج على الفضائيات كل يوم والتاني علشان يقول للشباب فتاوى وقواعد فقهيه لا لها ولا اخر. حالة البنت مأساوية. يعني مش ممكن يكون البشر، يعني كل ما الواحد يعيش ويشوف كل الأخبار والدنيا اللي بتحصل تحس إن العالم أصابه حالة من الجنون. دي حالة من الجنون مؤكد.